جهاز المخابرات المغربية لاجيد، ولاجيد هو اختصار مديرية الدراسات وحفظ المستندات، اللي هو جهاز كبير ومتطور جدا كينشط داخل البلاد وخارج البلاد، وكنلقاو معاه أجهزة أخرى إما أنها تابعة أو مستقلة عليه، لكن الهدف واحد هو حماية المؤسسة الملكية بالدرجة الأولى باعتبارنا دولة ملكية، تليها حماية التراب الوطني، ثم الحفاظ على استقرار البلاد، وكذلك مكافحة التجسس في المغرب وخارج المغرب. وأيضا لها مهمة أخرى وهي استباق الأحداث أو المخاطر اللي قد تهدد أمن الدولة عبر أجهزته وعملائه السريين. مرحبا بكم في الحلقة ديال اليوم ديال جهاز المخابرات المغربية لاجيد. لاجيد أو المخابرات المغربية لها مقر بالعاصمة الرباط، والذي يعتبر الموقع الرسمي لها. أما بخصوص العناصر التابعة لهذا الجهاز فيمكنها أنها تكون في أي موقع، بمعنى آخر عملاء هذا الجهاز ليس بالضرورة ضباط، بل قد يكونوا مواطنين عاديين، وقد يكونوا أشخاص معروفين خارج وداخل المغرب، بالإضافة إلى المهاجرين المغاربة، وكذلك نلقاو حتى المتجنسين بجنسيات أخرى. ارتبط الجهاز بالمؤسسة الملكية منذ سنة 1973 اللي هو التاريخ الذي تم إنشاء هذا الجهاز، وكان الهدف منه آنذاك هو مراقبة الجيش، وكذلك بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء سنة 2003 وبالتحديد نهار 16 ماي. ولا تركيز لاجيد هو الحرب على الإرهاب والمعلومات الاستخباراتية على الأنشطة الإرهابية، وكذلك تحركات الخلايا النائمة والمتطرفة. والمزيد من المعلومات فالرؤساء اللي تعاقبوا على هذا الجهاز كنلقاو على رأسهم أحمد الليمي من سنة 1973 حتى 1983، جا موراه عبد الحق القادري من 1983 حتى 2001، من بعده أحمد الحرشي من 2001 حتى 2005، من بعده محمد ياسين المنصوري من 2005 إلى يومنا هذا. نجيو دابا نشوفوا إنجازات ونقاط قوة هذا الجهاز المغربي الحساس. فجاء طلب فرنسا تعميق التعاون الأمني من المغرب وتقديم المساعدة للفرنسيين، وذلك لكسر شوكة داعش التي هزت العاصمة باريس مرتين، وكانت الأخيرة العملية التي راح ضحيتها أزيد من 130 شخص، بالإضافة إلى تهافت باقي الأجهزة الأمنية الأخرى الأوروبية وكذلك الأمريكية من أجل الاستفادة من خبرة المخابرات المغربية. زيد على ذلك الاعتراف الدولي بالنموذج الأمني الذي عملت لتحسينه المخابرات المغربية. الهدف منه هو تطويق مقاتلي أبو بكر البغدادي ومحاصرتهم وتضييق الخناق عليهم عن طريق اقتناص المعلومة وتوظيفها في الوقت المناسب. هذا يعني شيء واحد، هو أن التجربة التي ركمتها المخابرات المغربية بمختلف أصنافها، سواء تعلق الأمر بالخارجية لاجيد أو حتى الداخلية الدستي، تمكنت من تزكية سمعتها الدولية، دقت العديد من عواصم العالم للمصادقة على توقيع اتفاقيات أمنية مع الجهاز الاستخباراتي المغربي، الشيء الذي أصبح معه المغرب رقم صعب في المنظومة الأمنية لا يمكن تجاوزه في الحرب على الإرهاب. ولعل تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لشهادة حية في حق هذا الجهاز، والذي يعتبر نقطة قوة لجهاز الاستخبارات المغربي، حيث يقول التقرير أن المغرب يتوفر على أقوى جهاز استخباراتي في العالم العربي، سواء من حيث الكفاءات التي يتوفر عليها المغرب. كما أضاف التقرير أن العمليات الاستباقية لإفشال العديد من المخططات الإرهابية. وهنا سأذكركم بنقطة تحول هذا الجهاز. العالم بأسره لا يزال يتذكر، وكذلك وسائل الإعلام، شاهدة على حجم الاختراق والنجاح الذي حققته أجهزة المخابرات المغربية في شمال باريس عندما قامت بتفكيك شبكات إرهابية بعد الهجمات الدرامية التي اجتاحت عاصمة الأنوار. ومن بين ثمرات نجاح هذا الجهاز أصبحت الكثير من الأجهزة الاستخباراتية العالمية تطلب ود الأجهزة المغربية، بل وتسعى إلى توقيع اتفاقيات شراكة. وفي تصنيف كان قد أصدره أحد المواقع الأمريكية المتخصصة في الشؤون الأمنية، فقد أورد جهاز لاجيد ضمن 10 الأوائل في العالم. فإذا كانت أجهزة المخابرات في الماضي ينحصر دورها في التجسس على دولة عدو والتعرف على أسلحتها وعتادها،
فإن عملها تطور في زماننا هذا أكثر، وأصبحت أجهزة المخابرات حول العالم تشارك في وضع سياسات دولة أخرى حليفة من أجل المحافظة على العلاقات الدولية، وفي نفس الوقت المحافظة على مصالح الدولة الأم. قبل ترأس ياسين المنشوري لاجيد كان هذا الجهاز ذا صبغة عسكرية، ولكن هذا الأخير تجاوز ذلك، فقام بدمج جميع الكفاءات من كل الوزارات، سواء من الإعلام، المالية، الشرطة، الهندسة، الصحة، الداخلية، وكل من له كفاءات ولو خارج الجيش، لتوظيف مهاراتهم في مشروع استخباراتي يجمع بين مكافحة التجسس الخارجي وجمع المعلومات الخارجية والاستعلامات العسكرية ومراقبة الشخصيات. كانت هذه بعض المعلومات عن جهاز المخابرات المغربية أو لاجيد. كنتمنى أن الموضوع يكون عجبكم، وكنتمنى من أي واحد أول مرة كيشوف القناة ديالنا أنه يدعمنا بالاشتراك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديال القناة إن شاء الله. وكذلك كنتمنى أنه يخلي لنا شي تعليق أسفل الفيديو. وكيف العادة دائما في آخر الفيديو صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى موضوع آخر إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.